السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نوران الرفاعي، أخصائية نفسي أطفال ومدرب من جامعة عين شمس وقناة مامي أخصائي. علمك تكوني أخصائي شاطر في البيت. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الأطفال اللي عندها نوبات غضب وقلنا ازاي نتعامل معاهم. لكن بيبقى في أطفال بتبقى عنيدة جدا، مهما انت عززتي فيها مفيش، ما بتديش رد فعل، بالعكس ده بتعند أكتر. طيب الأطفال ديت اللي ما بتتعززي، مهما أقول برافو، مهما أدي بسكوت، مهما أدي شيبسي، مهما أدي إيه يعني أروح أشتري لعبة جديدة، مهما اعمل بجد اطفال ديت لا ما بتتعززش خالص. السلوكيات برضو بتبقى بتعملها، السلوكيات السلبيه برضو بتعملها، ومصممين على ردود افعالهم. الاطفال العنيده دي هنتعامل معاهم ازاي؟ نستخدم معاها نظريه الجمال والخيول. ازاي يا نوران؟ يعني التحفيز الايجابي مقابل التحفيز السلبي. برضو ازاي يا نوران؟ بصوا، عندنا الخيول والجمال. بالنسبة للخيول ممكن تتحفز ازاي؟ ممكن اديها سكر، ممكن اديها جزر، بحيث ان المدرب مثلا بتاعها يقدر ان هو يستخدمهم علشان خاطر تجري اسرع، تعمل اي حاجة هو عايزها. خلاص انا ممكن احفزها عن طريق السكر والجزر. لكن الجمال هل ممكن تتحفز عن طريق السكر والجزر؟ لا، الجمال ما بتتحفزش. الجمال ممكن تتحفز لكن بشكل سلبي، تحفيز سلبي. طيب ايه علاقة الجمل والتحفيز السلبي والطفل العنيد؟ بمنتهى البساطة الطفل العنيد ما بيتحفزش بالظبط زيه زي الجمل. طيب التحفيز بتاع الطفل العنيد ايه؟ يعني انا مثلا لما اقول له ما ترميش حاجة، ما تكسرش حاجة، مقابلة مثلا ان انا هديك حاجة حلوة، هجيب لك اللعبة اللي انت عايزها، او انت رايحة وانت جاية برافو عليك شاطر، انت كويس، انت عملت كذا برافو عليك، برضو ما فيش نتيجة، ما بتجيبش معاه نتيجة. طيب ليه الحاجات دي ما بتجيبش مع الطفل العنيد؟ علشان الطفل العنيد اصلا بيعمل السلوكيات دي علشان خاطر بيستمتع لما بينرفزك، بيستمتع لما يخليكي كده متغاظه ومتضايقه ويشد في شعورك وتقعدي تصوتي، هو ده استمتاعه. بيستمتع قوي لما يعصبك لدرجه ان انت تضربيه، يعني هو ما عندوش مشكله ان هو ينضرب، ما عندوش مشكله، هو مستمتع ان هو وصلك اصلا للمرحله دي. واضربي كمان، انا ما بحسش، عادي يعني، اضرب كمان ولا يهمك. فطيب الطفل ده انا ممكن اتعامل معاه ازاي؟ طيب الطفل ده هل مثلا انا اقعد اضرب فيه بزياده عشان خاطر ان هو يقول حق برقبتي وخلاص وحرمت؟ للاسف الاطفال دي مش هتجيب معاها الطريقه دي خالص. بالنسبه للجمال لو عايزين يوقفوها بيحفروا حفره وراها وبيولعوا نار وبعدها الجمل بيخاف وبيقوم يقف. بالظبط ده اللي احنا هنعمله مع الطفل العنيد، مش هنولع فيهم ومش هنحفر حفره، لكن انت عملت سلوك انت تتحمل نتيجه خطأك. انت مفروض ان انت تصلح السلوك اللي انت عملته او تصلح المشكله اللي انت سببتها. فالطفل العنيد لازم نستخدم معاه اسلوب العواقب. عواقب مش عقاب، في فرق ما بين العقاب والعواقب. العواقب انك انت عملت خطأ يبقى لازم تتحمل نتيجة خطأك، انت بوظت كذا يبقى لازم تصلحه، انت متعمد وقعت حاجة على الارض او رميت مية على الارض او بوظت حاجة، انت لازم تصلح اللي انت عملته، انت لازم تمسح الارض اللي انت بلتها، انت لازم تلم الحاجة اللي انت كسرتها. خصوصا ان الاطفال العنيدة دايما عندها احساس ان انا ما بعملش غلط، لا المشكلة فيكم انتوا مش فيا انا، فلا مشكلة حبيبي المفروض ان انت عملتها يبقى انت اللي تصلحها. ده المفروض اللي احنا نعمله معاه. فلو طفلك عنيد استخدمي معاه التحفيز السلبي، ما تستخدميش معاه التحفيز الايجابي ابدا. ما تنسوش تتابعوني على القناه وكمان على الصفحه بتاعتي على الفيسبوك مامي اخصائي نوران رفاعي. في الختام اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل واستخدمنا وتستبدل بنا، اللهم امين.